توفى النهارده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر 92 سنة بعد صراع طويل جدا مع المرض. ليلى زاهر أعلنت إنها حامل، وكمان مرات حاتم صلاح حامل. هاجر أحمد كمان حامل للمرة الثالثة. لأول مرة بقى ماجد المصري هيبقى جد، وبنته جابت ولد وسمته هارون. أبو ياسمين صبري عمل تمثال لضياء العوضي. مطربة أحلام الإماراتية عملت مشكلة من لا مشكلة، وجهت السلام والتحية لكل البنات في كل دول العالم ما عدا مصر. اتفادتكم يا بنات الكويت وبنات فلسطين على راسي، حلوكم يا بنات السعودية والإمارات وقطر والبحرين، يا بنات عمان. فالجمهور قعد يهتف ويقول لها طب وبنات مصر؟ عملت نفسها انها مش سامعة، قعدوا يطالبوها ان هي تقول بنات مصر، برضه تجاهلتهم. منى عرفة بتحتفل بعيد ميلادها ال 28. كومنتات الناس كلها ملاحظة تغير كبير قوي في ملامح منى، وبيقولوا انها بقت شبه نيكول سابا. اسماء بوسيل بقى احتفلت بعيد ميلادها ال 35. اسلام ابراهيم بقى طلع عنده فوبيا من الجبنة البيضاء، ما بيقدرش يشوفها. اغرب فوبيا سمعتها في حياتي، وقال ان هو حصل له كده بسبب ان اخوه جري وراه قبل كده بحته جبنه بيضه بايظه. قال كمان ان هو عنده حاجه اسمها اكتئاب المناسبات، وما بيحبش يوم عيد ميلاده وما بيحسش ان في اي انجاز عمله في اليوم ده. الناس بقى لاحظت ان بعد انتشار خبر طلاق احمد سعد وعلياء البسيوني ان هما الاتنين في نفس الجيم بيتمرنوا. ايه المشكله يا جماعه؟ مجاز الاشتراك بتاع الجيم بتاعها لسه ما خلصش.